وانا ما بحسبش الكلمه، انا بطلع الكلمه من ضميري ومن قلبي بالظبط. ومن عقلي. ما بحسبش هقول دي هتزعل مين ولا دي هترضي مين. دي الحريه. الحريه طالما ما بتتجرحش في حد، بالظبط. طالما لا تؤذي هذه لكن مش الكلمه الحريه اي ان احد. انا انزل. استاذ عمرو، لما النهارده تقطع طريقه، دي حريه. لما النهارده تعتدي على مبنى جامعي وفي يوم نخسر 10 مليون جنيه. نحتاج قوانين لتجريم هذا وقوانين مفعله. ارجع اقول ان الفرق بين الحريه وبين سيف الحريه اللي انت ماسكه تحت شعار الحريه عشان تقتل بيه وطن، الفرق كبير جدا. فاذا قانون التظاهر ده قانون طرح للنقاش الاجتماعي وان شاء الله هيصدر، لان منظمه حقوق الانسان او المجلس الاعلى لحقوق الانسان في مصر قال رايه بيؤخذ بيه، وان شاء الله هيصدر القانون. لان يعني تنظيم الامور ووضعها في نصابها ده لا يختلف اطلاق، لا يتناقض اطلاقا مع الحريه. لا بالتاكيد، بس هل الاتجاه الان الى تفضيل قانون منهم، قانون بريطانيا او قانون لا هو من قانون سويسرا مصري، او قانون؟ هو قانون مصري يعني يراعى فيه اعطاء كل الحريات لحريه التظاهر السلمي، وبتقارن بالقوانين الثانيه. ألا تخشى من اعتراض أي فئة في المجتمع على هذا القانون؟ يعني هل أنا تعودنا على هذا، تعودنا على هذا. والله إذا كان الاعتراض تصدر اعتراضات ربما تكون غير موضوعية على الإطلاق. معلش يعني مزيد من النقاش. أصل يعني إحنا في أشد الاحتياج النهاردة، في أشد الاحتياج النهاردة إن إحنا نقف كلنا مع بعض، نختلف في الآراء، ولكن أنا مصري وأنت مصري. دي نقطة مهمة جدا. اللي حدث في المجتمع والبراعة في شق هذا المجتمع دي براعة. علينا احنا ان احنا نبرع اكثر في ان احنا نلم الشمل. عمرنا ما كنا كده. عمرنا يعني طيارات، لكن طيار يقتل طيار او يأذي طيار ابدا. فدي كانت براعة، ده كان فن ان انت تشق المجتمع المصري. لكن احنا علينا نكون اكثر براعة ان احنا نلم هذا الشمل، وبامر الله هيرجع مصر وهترجع المصريين كلنا ايد واحده. بدأت بالامس عمليات الاصلاح في جامعة الازهر بلا شك، واي مكان حدث فيه تلفيات. ما الذي تتوقعه من وقت وجهد ومال؟ متى تنتهي هذه العمليات؟ الناس ملت. انطباعك ايه؟ الناس ملت ان الحاجه تتكسر ونصلحها. لما تيجي تشوف كم ردود الافعال في الاصلاح، يعني لما تشوف ميدان النهضه ورابعه العدويه وتشوف كم الخراب اللي كان موجود فيه، مش عارف ده يتحرق اجري صلحه، ده مش ليه. يعني انت بتصلح باستنفار واستحياء، استنفار لقيمك الوطنيه. مش قادر تشوف الكلام ده، بتقول ان دي عمليات اصلاح هيفرق. على فكره العمليات دي بدات امس ليلا، وكان تكليف السيد رئيس الوزراء ليه شخصيا بالتوجه فورا لجامعه الازهر ومقابله السيد الفاضل المحترم الاستاذ الدكتور اسامه العبد رئيس الجامعه والساده نوابه المحترمين والاساتذه الاجلاء للاطمئنان عليهم. اصحاب خلق رفيع الحقيقه. بلا شك.